الافكار السلبيه والافكار الايجابيه بالظبط نفس الشيء. طب السلبي ده جاي منين؟ طب الامباكت بتاعه ايه؟ هديلك مثال صغير. كلاينت عندي عندها بروجكت وقع، والبروجكت دوت هي بتقول حتى مش قادره اقفل الموضوع، فعندها مرات بتبروكراستينيت، نيجاتيف ايموشن كده بتحصل، خوف، بيهيفير، ازق حاجه. طب بتزقيها ليه؟ علشان خايفه من ايه؟ امتى بيظهر لما بتكون داخله على بروجكت جديد، حاجه ما عملتهاش قبل كده وحاجه كبيره، تأجيل، قاعده بتأجل لانها خايفه تدخل فيه. طب خايفه ليه؟ طب بتقولي ايه لنفسك؟ هنا ابتدينا من مشاعر، جبنا بقى القصه. اصل دي حاجه كبيره فممكن افشل، اصل دي حاجه كبيره وما عملتهاش قبل كده فما اعرفش اعملها ازاي، فافضل ازقها. حاجه تانية، البروجكت فشل خلاص، طب ما تيجي نلم الليله بقى ونقفل. لا، ليه؟ عشان مش قادره تقف قصاد المرايه وتشوف هي فشلت في ايه. ليه؟ عشان هبقى شايفه الجزء السلبي بس. عشان كده نرجع تاني للازدواجيه. اتعلمتي ايه من البروجكت اللي وقع ده؟ عرفنا السترينث في شخصيتها، هي بني ادمه عندها كام حاجه كده مهمين، بس في سترينث كانت هي شاطبه عليها، حاجه اسمها اناليتيكال. هي دخلت في بروجكت عشان تعرف الناس، فقالت ده جو بيس، الحكايه كويسه، ده انا هتعلم منه اكس واي زد، واستعملت الحاجات دي، بس ما دخلتش تعرف ان تانالايز الانفورميشن، الكلام ده هيأدب ولا لا. طيب النهارده هي عرفت ميزه ان الغلطه دي او الفشل ده جاي يعلمها، خدي بالك من الاناليتيكال ثينكينج بتاعك او القدره على التحليل ومعرفه الحقائق من الحاجات المزيفه، ده سلاحك اللي ما تنسيهوش. النهارده بقى هي لما هتيجي بعد كده وشافت ان تجربه فشل طلعت منها بحاجه ايجابيه، المره الجايه مش هتخاف تواجه الفشل. مزبوط. لان شافت الصوره كامله، شافت ان الفشل ده جاي عشان يعلمني حاجه، مش معناه ان انا فشلت، جاي يعلمني حاجه لما هستعملها هنجح نجاح اكبر.